لو قضيتي اجازة الصيف كلها مع ولادك ورجعتي للمدارس حاسة انك مستنزفة، ده طبيعي جدا وانتي مش لوحدك في الاحساس ده. هفهمك ليه ده بيحصل لكل الامهات كل صيف، وازاي تبدأي ترجعي طاقتك قبل المدارس ما تبدأ. اجازة الصيف بالنسبة للامهات مش بتكون راحة، بالعكس بتكون بقى انشطة كتير وطلبات كتير وايام طول النهار حاجات تتعمل، مش بتقعد فاضية تقريبا. انتي اللي بترتبي الخروجات، بتحضري الاكل، بتحلي مشاكلهم، مفيش وقت لنفسك ولا مساحة للراحة. ومجرد الصيف ما يخلص بتلاقي نفسك داخلة على ضغط جديد، تجهيز المدرسة والروتين والواجبات والتمارين. طبيعي جدا بقى في الوقت ده تحسي بالبيرن اوت. الحل ان لما ولادك يروحوا المدرسة يبقى ده وقتك بقى، تبدأي بقى تدي لنفسك أولوية عشان تبدأي تاخدي وقت لنفسك وتبقي الأم اللي نفسك فعلا فيها. وزي ما دايما بقول، ولادنا محتاجين أم مبسوطة، مش أم مثالية، ومش أم مضغوطة وتعبانة وجايبة آخرها طول الوقت. وهتعرفي ازاي تطلعي من الدوامة دي وتعرفي تهتمي بنفسك من غير تأنيب ضمير. لو حاسة بالأحاسيس دي ابعتيلي كلمة بيرن اوت في الكومنتس، وهبعتلك الكورس بتاعي اللي ان شاء الله هيساعدك ترجعي لطاقتك تاني وتعرفي تبقي الام اللي انت عايزاها، عشان صحتك النفسية بتفرق في كل حاجة. والصيف الجاي لازم تحطي وقت لنفسك مخصوص وسط جدولك، واطلبي المساعدة من باباهم، من حد في العيلة. مفيش ام تقدر تعمل كل حاجة لوحدها. اكتبي لي كلمة بيرن اوت في الكومنتس وهبعتلك كل تفاصيل الكورس اللي هيساعدك في اللي انت فيه.